السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. غضب كبير في إدارة النادي الأهلي بسبب تسريب أسماء محمد الضوي ودانيال إيفري الذي يسعى النادي لضمهم في يناير. كولر يدرس بشكل جد الدفع بمحمد شريف أساسيا في مباراة سموحة القادمة، مستغلا الدفعة المعنوية للاعب بعد تسجيله هدف الفوز أمام فاركو في اللحظات الأخيرة للمباراة. الجهاز الطبي للنادي الأهلي يبلغ كولر بجاهزية أيمن أشرف وإمكانية الاعتماد عليه في المباريات القادمة بعد تخلصه من خشونة الركبة. طبيب الأهلي يؤكد أن بيرسي تاو يحتاج إلى فترة لا تقل عن 4 أسابيع للعودة للملاعب مرة أخرى. النادي الأهلي يتفق مع اللاعب التونسي محمد الضوي كريستو على الأمور المالية، وما زال العمل جاري للتواصل مع فريق النجم الساحلي لضم اللاعب وإعلان الصفقة بشكل رسمي. مارسيل كولر يبلغ إدارة الأهلي أنه لا يمانع خروج عبد الرحمن رشدان ومحمد مغربي وكريم الدبيس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، للحصول على فرصة المشاركة في المباريات واكتساب الخبرات. كولر يناقش مع اللاعبين الأخطاء التي حدثت في المباريات السابقة لتجنب الوقوع فيها مرة أخرى في المباريات القادمة. مصدر من النادي الأهلي يؤكد على اهتمام الأهلي بضم مدافع المقاولون العرب الشاب عمر فايد خلال انتقالات يناير. مارسيل كولر يستفسر عن موعد عودة طاهر محمد طاهر من طبيب الأهلي، وطاهر يعود إلى التدريبات الجماعية للنادي الأهلي خلال أسبوعين وهو حاليا في البرنامج التأهيلي. في اجتماع بين الثنائي أمير توفيق أبلغ السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن قرب انتهاء بعض الأمور الخاصة بالصفقات الجديدة لتدعيم الفريق خلال الميركاتو الشتوي القادم، والإعلان عن الصفقات سيكون قريبا مع فتح باب الانتقالات الشتوية. كولر حدد مطالبه وسيعقد اجتماعا جديد مع الخطيب خلال 24 ساعة. محمد شبانة: محاولات الأهلي مستمرة لضم مروان عطية في الميركاتو الشتوي القادم. الأهلي وافق على رحيل زياد طارق للاتحاد، وهناك إمكانية انتقال بعض اللاعبين على سبيل الإعارة مثل محمد محمود وعمار حمدي وعبد الرحمن رشدان على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، في مقابل ضم مروان عطية بعد موافقة مارسيل كولر على ضم اللاعب. مصدر من النادي الأهلي: مارسيل كولر طلب ضم 4 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، جناحين أحدهما يجيد اللعب كرأس حربة بالإضافة إلى لاعب وسط ارتكاز ومدافع. وأبرز المرشحين حتى الآن هما الثنائي الهجومي دانيال إيفري مهاجم هارتس الغاني ومحمد الضوي لاعب النجم الساحلي. لجنة التخطيط توصي برحيل بيرسي تاو وضم لاعب أفضل منه، وكولر سيناقش ملف بيرسي تاو خلال الاجتماع القادم مع رئيس النادي الأهلي، كما سيتم مناقشة بعض الملفات الخاصة بالصفقات الجديدة والمعارين. والمدير الفني حتى الآن لم يبدي رأي واضح وصريح في ملف تاو، والنادي صعب يجد له عروض في يناير، وسيتم دراسة الموقف جيدا، والاحتمال الأكبر هو بقاء اللاعب في النادي الأهلي. أحمد شوبير: هناك صفقتين جديدتين في الطريق إلى الأهلي خلال شهر يناير القادم في خط الهجوم لزيادة التنافس بين اللاعبين، وهناك أحاديث مع النجم الساحلي حول ضم محمد الضوي كريستو، ولا يوجد مفاوضات مع دانيال إيفري لاعب هارتس الغاني. والنادي الأهلي صرف النظر تماما عن ضم مارسينهو، اللاعب أصبح خارج الحسابات تماما. إيقاف كهربا قارب على الانتهاء، وسيكون هناك تحركات قوية لحل الأزمة، والأهلي يريد الاستفادة من اللاعب خلال الفترة المقبلة. ومحمد محمود لديه عرضين في القاهرة وعرضين في الإسكندرية، ويفضل البقاء في القاهرة، واللاعب لديه إصرار على أن يعود إلى الأهلي مجددا في الموسم الجديد. وزياد طارق لديه عرضين من الاتحاد السكندري وسموحة للاستعارة في شهر يناير، وسيتم حسم أمر اللاعب خلال الفترة المقبلة. مارسيل كولر يقرر ضم يوسف سيد عبد الحفيظ إلى ميران الفريق الأول بالنادي الأهلي. مصادر إعلامية تونسية: الأهلي تواصل بالفعل مع نادي النجم الساحلي للتعاقد مع محمد الضوي الشهير بكريستو الذي تم ترشيحه عن طريق بعض الوسطاء ونال إعجاب لجنة التخطيط. الأهلي قدم عرض بقيمة 1,500,000 دولار لضم كريستو من النجم الساحلي. عثمان جنيح رئيس نادي النجم الساحلي وافق على عرض الأهلي بحكم علاقاته الجيدة بمسؤول النادي الأحمر، ولكن بعض أعضاء إدارة النجم الساحلي يريدون تحويل وجهة اللاعب إلى أوروبا، ومن الممكن أن يرفض
رفع الأهلي العرض المالي قليلا لحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن بعدما تألق اللاعب كريستو في الدوري التونسي هذا الموسم وأصبح محط أنظار العديد من الفرق الأوروبية. اللاعب صاحب ال19 عام هو هداف الدوري التونسي حاليا برصيد 5 أهداف وصنع هدف، ويلعب في كل مراكز الهجوم: مهاجم صريح وصانع ألعاب وجناح، وكان ضمن القائمة الأولية لمنتخب تونس في كأس العالم قبل استبعاده من القائمة النهائية. محمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري: لم يصلنا أي عرض رسمي من الأهلي للتعاقد مع مروان عطية، ولم نغلق الباب لرحيله خلال شهر يناير القادم. نحن في زمن البزنس ولم نغلق أي شيء بشأن بيع اللاعب. لو وصلنا عرض من الأهلي سيتم مناقشته داخل مجلس الإدارة ولا نمانع رحيله، ولكن بشرط تحقيق مصالح نادي الاتحاد السكندري. محمد مصلحي رئيس النادي سبق وأعطى كلمة لمرتضى منصور بأن تكون الأولوية لصالح نادي الزمالك، لكن في النهاية هدفنا مصلحة نادي الاتحاد، لأن هناك جهات رقابية موجودة ولسنا نادي خاص. ليس لدينا أي أزمة في مناقشة عروض شراء مروان عطية، والأمور المالية والفنية تحسم موقف الاتحاد في بيع اللاعب. فرج عامر: في حال قرر النادي الأهلي إعارة اللاعب حسام حسن خلال انتقالات يناير، ستكون الأولوية لسموحة في ضم اللاعب. الفيفا يعتمد التلفزيون المغربي لإذاعة مباريات كأس العالم للأندية. المتحدث الرسمي لنادي أوكلاند سيتي: مواجهة الأهلي مميزة وصعبة للغاية لأنه فريق كبير جدا ويمتلك تاريخ مشرف، ولقد أنهى النسختين الماضيتين في كأس العالم في المركز الثالث، وعلينا أن نكون على قدر الاستعداد لأنه من أفضل الأندية، والجميع يتذكر محمد أبو تريكة. ننتظر هذه المواجهة، والكرة المصرية والأفريقية تطورت بشكل كبير ولكننا قادمون للمنافسة. عامر حسين: من الصعب إنهاء الدوري في موعده بعد مشاركة النادي الأهلي في مونديال الأندية. منتخب مصر يحافظ على مركزه في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي في المركز ال39 عالميا والسادس أفريقيا والثالث عربيا. علي معلول يكتسح زيزو ومصطفى فتحي في الاستفتاء على اختيار لاعب الجولة الثامنة من الدوري المصري. شقيق اللاعب ديفيد فوفانا عن سبب فشل المفاوضات مع النادي الأهلي في وقت سابق. فوفانا أراد أن يلعب في أحد الدوريات الخمسة الكبرى في العالم، وهناك مفاوضات من جانب تشيلسي مع وكيل اللاعب، ووصلنا إلى مراحل متقدمة وجيدة لانتقال اللاعب لتشيلسي. الاتحاد المصري للكرة الطائرة يعتمد عقد تجديد مريم مصطفى ل4 مواسم مقبلة لتستمر في صفوف النادي الأهلي وتفشل في الانتقال إلى الزمالك. ليفربول يفقد أولى الألقاب هذا الموسم بعد الخروج من كأس الرابطة بعد الهزيمة من مانشستر سيتي ب3 أهداف مقابل هدفين. ما تداول عن تبرع محمد صلاح بمبلغ 3 مليون دولار لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57 عار تماما عن الصحة، ولم يصل إلى المستشفى أي تبرع من محمد صلاح حتى الآن. وكالة الأنباء القطرية: العوائد المالية المحققة من استضافة كأس العالم قطر 2022 تبلغ حوالي 17 مليار دولار، وهو رقم لم تصل إليه أي دولة استضافت البطولة من قبل، ويمثل أعلى عوائد في تاريخ كأس العالم. فيفا يرشح ياسين بونو وأليسون بيكر وكوردوا وإيميليانو مارتينيز ونوير للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2022. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.